أهلا بكم أعزائي ومتابعي لحظة من فضلك. اليوم ذكرى رحيل دلوعة السينما شادية. تحل اليوم الاثنين ذكرى رحيل دلوعة السينما الفنانة شادية التي رحلت عن عالمنا في 28 نوفمبر 2017. ولدت في الحلمية الجديدة بالقاهرة، وأطلق الجمهور عليها لقب دلوعة السينما المصرية بسبب تألقها في تقديم أدوارها مثل الزوجة 13 ومراتي مدير عام وعفريت مراتي. بدأت رحلتها الفنية على يد المخرج أحمد بدرخان الذي كان يبحث عن وجوه جديدة، فتقدمت وقامت بالتمثيل والغناء حتى حازت على إعجاب الموجودين في استوديو مصر، ثم قامت بدور صغير في فيلم أصخار وأشواك، وبعد ذلك رشحها المخرج أحمد بدرخان لحلمي رأفة لتقوم بدور البطولة أمام نجم محمد فوزي في فيلم العقل في أجازة، في أول فيلم من إنتاجه وأول فيلم بطولتها وأول إخراج لحلمي رفلة، ليحقق الفيلم نجاحا مدويا، بما شجع فوزي على الاستعانة بها مجددا لتكرار النجاح. وشهد ذلك أفلام صاحبة الملاليم، بنات حواء، الروح والجسد، والزوجة السابعة. وقدمت شادية حوالي 112 فيلما و10 مسلسلات إذاعية ومسرحية واحدة، وتعد من أبرز نجمات السينما المصرية وأكثرها تمثيلا في الأفلام العربية، فضلا عن قاعدة عريضة بين الجمهور العربي، وهي من أهم الفنانات في تاريخ الدراما العربية. وفي عام 1983 قدمت الجميلة شادية مسرحية رايا وسكينة، وهي المسرحية الكوميدية التي أصبحت علامة بارزة في تاريخ المسرح المصري والعربي أمام العملاق عبد المنعم مدبولي، سهير بابلي، أحمد بدير. في عام 1984 تقرر دلوعة السينما المصرية اعتزال الفن بعد الانتهاء من تصوير فيلم لا تسألني من أنا أمام النجمة مديحة يسري، لتصدر الستار على مسيرة فنية مليئة بالنجاح والكفاح. من فضلك لا تنسى الاشتراك في القناة، تفعيل الجرس على وضع الكل، وعمل لايك لكسر كل جديد من القناة. شكرا لكم.